السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب يكونوا بخير ويبقى احسن حال يا رب دايما. انا كنت صورت المقطع دوت، بس كنت فاكرة ان التليفون بيصور، طلع ما بيصورش. بس انا هقول لكم عملت ايه. انا جبت صدر فرخة وقطعته بالطول كده، حطيت عليها ايه، توم باودر وبابريكا وملح وفلفل، ملح وفلفل وتوم باودر وبابريكا، ملح وفلفل وتوم باودر وبابريكا، بس وشويه كزبره ناشف، توم باودر، ملح وفلفل. دول نص كيلو من الصدور قطعتها بالطول كده، توم باودر، مع نص معلقه صغيره مثلا، او نص معلقه، ومعلقه كبيره بابريكا، ونص معلقه فلفل، والملح نص معلقه. وسبتهم مده كبيره قوي. طبعا انا لما جيت اقطع واعمل افتكرت التليفون بيقطع بيصور، لقيته ما بيصورش. هنبدا نقول بسم الله. انا سبتها كده، سبتها لحد ما عملتها الصبح الساعه 6، ودلوقتي الساعه 5 ونص ما رجعت من شغلي. وهنبدا نعمل ايه، نقعد هنا فيها نقعدها بتوم باودر وملح وفلفل وتوم باودر وبابريكا وكزبره ناشفه، ملح وفلفل وتوم باودر وكزبره ناشفه. هبتدي هعمل كده الاول. هنكلم خلاص كده. في كفر للفراخ دي كده اهوت. معلقه نشا كبيره، وادي كوبايه دقيق، معلقه نشا كبيره وكوبايه دقيق. وبعدين هنا ده اللهم صل على سيدنا محمد، معلقه ملح، فلفل اسمر، بابريكا، توم باودر، يعني نفس البهارات هحطها على الدقيق كده، وهعملها كده. وبعدين هقول لك نعمل دلوقتي. بصي يا ستي بقى، هنا جبت كوبايه دقيق، وحطيت عليها نفس البهارات، توم باودر، بصل باودر، مفيش بصل، توم باودر، ملح وفلفل وبابريكا وكزبره ناشفه، نفس البهارات دي. هنا هاخد جزء من الدقيق دوت، مثلا معلقتين كده ولا 3 اهو كده. ودي كوبايه دقيق وعليها معلقه نشا كبيره، كوبايه دي وعليها معلقه نشا كبيره. هحط عليهم بيضه كده، بسم الله بسم الله الهادي اهو. يبقى الدقيق ده مبهر نفس الفراخ اللي بهرناها، توم باودر، بصل باودر، وتوم باودر قصدي، وملح وفلفل وبابريكا. مفيش بصل، انا ليه مصممه على بصل؟ توم باودر وملح وفلفل وبابريكا. وهفضل اقلب السيل ده لحد ما يبقى قوامه مظبوط. ودلوقتي فضلت اقلب في السائل لحد ما خد القوام دوت. هحط بقى الفراخ عليه كده في السائل ده كده اهو، زي ما انت شايفه كده. وبعدين بعد ما احطه في السائل ده كده، هحطه هنا ميه ساقعه برده، وفي الدقيق تاني السائل اهو، اللي هو فيه بيضه وتوم باودر وبابريكا، وفي في الميه الساقعه، وبعدين في الدقيق اهو كده. هخلص بقى الكميه دي وهقول لك هنعمل وفي السائل وميه ساقعه، ميه ساقعه يعني حطيناها في السائل، وبعدين ميه ساقعه، ميه بتلج، وبعدين في الدقيق. هعمل ايه بقى في الدقيق؟ هفضل اعملها كده كده كده، جامد 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 جامد، كده 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 بايدي، كده 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 كده، شايفه كده اهو، كده كده كتير 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 قوي، عشان تاخد التعريج اللي احنا عايزينها دي. وبعدين لما اوصل بقى للتعريج الجميله دي، اقوم رصهم كده في طبق اهو. هفضل اعمل كده 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 لحد ما تديني تعريج دي اهي، وانفضها كده واعملها كده. هخلص انا بقى الكميه اللي عندي واوريها لك. اخر 2 هعملهم قصادك، حطيتهم في السائل اللي عملناه، بيضه وميه لحد ما بقى عندنا قوام كويس، وتوم باودر وبابريكا وملح وفلفل وكزبره ناشفه، والدقيق عليه زي ما قلنا بيكنج باودر بسيط جدا. ولازم الحركه دي كده عليه نفس التوابل، يعني نفس التوابل اللي في الفراخ هي نفس التوابل اللي في السائل هي نفس التوابل اللي في الدقيق. ولما لازم الحركه دي اعملها كتير جدا كده 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 عشان تديلي التجاعيد اهم. بصي هنفضهم كده، ودي الكميه هي اللي اتعملت. هنخش نروح بيها بقى على على البوتاجاز، نعملها مع بعضينا. بصي بقى حبيبتي، فض سائل من اللي احنا عاملينه ده كده
مش هرميه طبعا. شايفين كان عندي بتنجانتين كده صغيرين تكمله ميزان، فنجان عروس، هغلفهم بيها قوي كده كده وانزلهم في الدقيق ده، واحطهم مرتين كمان، يعني مره كده اهو واحطهم تاني اهو ماشي. وهيبقوا طعمهم في منتهى الجمال. مش هرمي، لا هرمي ده اللي فاض ولا هرمي ايه، ولا هرمي السائل ده ماشي. وهقليهم بعد الفراخ واوريهم لك. بصي بقى حبيبتي، على ما اقلي هقوم عامله شويه رز جنبيهم كده فيهم نفس الايه. ادي عندي هنا الزيت، هكرمل فيه شويه سكر، هكرملهم لحد ما هحرق فيه معلقه سكر. الزيت دوت هحرق فيه معلقه ايه سكر. شوفي بقى يا ستي، اول ما السكر يبقى لونه غامق كده هحط بابريكا، توم باودر، بصل باودر، في بصل المره دي، كزبره، ملح وفلفل اصفر. وبعدين هحط عليهم بسرعه كده معلقه باربيكيو، لو ما عندكيش ما تقوليش نفسي، معلقه صلصه عنب، وكمان عندي صلصه من الثانيه كده كانت عندي في الفريزر حطيتها هنا، ومعلقه باربيكيو، معلقه صلصه عنب او اي صلصه عندك هتنفع ما تلاقيش. خلاص كده هقلبها كويس كده. يبقى لما السكر كرمل حطينا ايه توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، فلفل، شعرة كزبره، ومعلقه باربيكيو، ومعلقه صلصه عنب. والصلصه اللي كانت عندي كانت صلصه مكرونه ما فيهاش اي حاجه، مش هتقول لا. ودول كوبايتين رز مصري بس مش مليانين قوي، وكان في قلب ناجي، وكان في ايه قلب ناجي ماشي. هقلب كده لحد ما الرز ايه ملح وفلفل بابريكا، معلقه معلقه ايه معلقه صلصه عنب، معلقه البابريكا هي اللي كانت باينه قوي ان هي اكتر واحده فيه كبيره، يعني البابريكا كبيره عشان تديني اللون ايه الجميل بتاع الرز ده، اللي هو ايه رز الريزو اللي بيتاكل جنب الستريبس الجميل اللي احنا بنعمله ده، احلى من بتاع المحلات 100 مره ماشي. هبتدي بقى احط الميه سخنه، لازم تكون سخنه يا جماعه، ويا ريت مش متكتل، يا ريت يعني انا حاطه كوبايتين، هحط كوبايتين، يا ريت مش من الكتل والله يا ريت يعني. بس هسيبه بقى ولما يتشرح هتشوفي احلى رز زي ما قلت لك هتاكليه. ودلوقتي هنقلي الستريبس بتاعنا الجميل دوت اهو. زيت غزير متوسط، يعني الزيت بتبقى درجه حرارته متوسطه، ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي. وحطي بس يا دوب على قد اللي يقضي الطاسه بس فقط. حبايبي ده البتنجان اللي فاض من الخلطه عملته بيه اهو، البتنجان الرومي الصوابع اهو. بصي الجمال اهو اهو اهو. بصوا ده البتنجان اللي فاض من الخلطه عملته، طعمه جميل جدا ماشي. ودي حبايبي الكميه بعد ما خلصتها اهوت، بعد ما عملناها كلها. شايفين المنظر؟ شايفين؟ بصوا القرمشه، بصوا. وده الرز بيبقى اللي هو الرز الريزو، بيبقى لونه كده عشان من الباربيكيو. بصي بقى هو بره بيتباع كده، بيتقطع كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحط عليه كاتشب. انا الصراحه ما عنديش كاتشب، والباربيكيو ده اضافه مني، لو انت عايزه تحطيه تحطيش، بس هو اللي بيديله لون وطعم في منتهى الجمال. بصي بقى الطبق ده بيتباع بكام؟ شوفي بره كده لسه هي بقيه الكميه زي ما هي اهي، والرز في الحله زي ما هو. شوفي انت الطبق ده عيالك بيجيبوه بكام؟ والمفروض ان احنا نحط عليه كاتشب، وزي ما قلت لك انا ما عنديش كاتشب، غرقيه من فوق كاتشب كده. وانا بحب الحاجات دي قوي قوي، معاها جرجير، عيدان جرجير او عيدان بصل اخضر، يعني مش عايزه اقول لك بتضيف طعم يجنن بيجنن كده على ايه، على الاكلات ديت. الرز شايفه الرز عامل ازاي واحده بوحدته اهوت، شايفه؟ بسم الله ما شاء الله، طعمه تحفه تحفه تحفه. ده شويه. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش في لايك وشير عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد من قدوره فود. ونسينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.